سلام تو الموند، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير بحال ديما. اليوم ان شاء الله وتحت طلب ديالكم بعد ما كان الفيديو اللي قبل من هذا وصفه خاصه بمين رغيفات معمرين مالحين، فبزاف منكم عجبتكم الوصفه، طبقتوها من دابا وبعثتوا لي تطبيقات، كانت وصفه ناجحه ونالت الاعجاب ديالكم صحتكم وراحتكم. فكان طلب كبير على المملحات وبحكم كيكون عليهم اقبال كبير في المائده الرمضانيه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم في اطار المملحات معشوق المغاربه من طنجه للقويره حاضر بقوه في الموائد الرمضانيه اللي هو الميني بطبوط. سبق لي شاركت معكم بزاف ديال الوصفات ديال الميني بطبوط في القناه عندي في اليوتيوب على مر السنوات اللي دازت. ميني بطبوط الكلاسيكي شاركت معكم كذلك وصفه كانت من ابتكاري وحصريا على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي ميني بطبوط سوشي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم ميني بطبوط بنيه كيجي بشكل مختلف رائع، بقوام هش كيدوب في الفم بواحد الحشوه ما تشبعوش منها، خطير في المائده الرمضانيه 2026. بقوا معي ان شاء الله حتى الاخير. اول مرحله غادي نبدا بها ان شاء الله هي تحضير العجينه ديال ميني بطبوط بني. غادي نحتاج هنايا فزلفه، معلقه كبيره ديال خميره الخبز حبيبات الفوريه، تقدروا تعوضوها بالخميره طريه. غادي نزيد عليها 2 معالق كبار ديال سكر حبيبات اولا سكر سنيده، تقدروا تعوضوها ب2 معالق كبار ديال العسل. وهنا غادي نزيد 250 مليلتر ديال الماء دافي، ما يكون بارد ما يكون سخون بزاف. وغادي نحرك هاد المكونات هادو ونخليهم حدايا في الكوزينه حتى كيخمر الخليط وكيتضاعف الحجم ديالو. هنا عندي 480 غرام ديال الدقيق خاص بالحلويات. غادي نزيد عليه الخليط ديال الخميره السكر والماء من بعد ما خمروا. تقدروا تعجنوا في العجانه فحال كيف ما يمكن لكم تعجنوا بيديكم، ماشي مشكل. غادي نزيد على الخليط ديال الخميره والسكر والدقيق 3 المعالق كبار ديال الحليب بودره اولا الحليب المجفف. هذا الحليب البودره ملي كتزيدوه على العجينه ديال الميني بطبوط كتحصلوا على واحد القوام رطب، فمني كطيبوا الميني بطبوط كيجي ناشف كيجي رائع وزوين. من بعد ما زدت هذوك 3 المعالق كبار ديال الحليب بودر، غادي نزيد معلقه كبيره عامره ديال الزبده من اصل حيواني تكون بدرجه حراره الغرفه اولا زبده لينه. زدت قياس معلقه صغيره ديال الملحه، وزدت كذلك معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، ما يعادل 4 غرام ديال الخميره ديال الحلوى. وغادي نبدا نعجن في المكونات. عجنت العجينه حتى انسجمت مع بعضياتها، من بعد بقيت كندلك فيها تقريبا عطيتها واحد 15 دقيقه ديال الدليك. كتدلكوا العجينه مزيان باش كتعاونوا الدقيق كيطلق الجلوتين ديالو وكتجي العجينه هكا بهذا القوام، ما كتجي قاصحه ما كتجي جاريه. الناس اللي غادي يخدموا بدقيق اللي كيشرب السوائل بزاف تقدروا تزيدوا شويه ديال الماء يكون دافي. اهم حاجه العجينه ما تكونش قاصحه ما تكونش تاري جاريه كتلصق في اليدين، كتكون بقوام متوسط. شفتوا العجينه من بعد ما كتدلك كتولي بهذا القوام هذا ملس ورطب. غطيت العجينه من بعد ما دلكتها وخليتها ترتاح نص ساعه حتى خمرات. من بعد نص ساعه ديغازيتها، حيدت من هذوك الغازات ديال الخميره اللي فيها، وغادي ندوز باش نطلقها. فوق سطح العمل كترشوا غير برشه خفيفه ديال الدقيق، ما تكثروش الدقيق بزاف لان العجينه كتكون ناجحه، ما كتكونش كتلصق في اليد، ما كتكونش جاريه وما كتكونش ثاني قاصحه، فكتجيكم سهله في الخدمه. كترشوا رشات خفاف ديال الدقيق وكتحاولوا انكم تسرحوا العجينه. غادي نسرحها انا هنايا كنعاون بيديا نسرحها على شكل مستطيل. من بعد غادي ننزل عليها بالدلاك، غادي نبقى نسرح في هذه العجينه هذه بالدلاك بالطول وبالعرض. وكتحاولوا انكم ما تخليوش العجينه غليظه بزاف باش ما يجيكمش هذا الميني بطبوط هكا غليظ وفيه البابه. وحاولوا تاني ما ترققوهاش بزاف، ترققوها بالمدلك حتى تولي بحال الورقه. كتلقوا العجينه ديال الميني بطبوط بقوام اللي يكون متوسط، ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه. وبطبيعه الحال مره ملي كتطلقوا العجينه هكا فاش تحسوا بها مثلا طلقات على هاد الجهه كتعاود ثاني تدوروها للجهه الاخرى باش كيكون سمك واحد. من بعد ما طلقت العجينه كاملها بهذا القياس
كتشوفوها سمك واحد، غادي ناخذ سيركل اولا اطار. انا هنايا خديت سيركل، كتاخذوا سيركل يكون القطر ديالو ما بين 7 حتى ل 8 ديال السنتيم. تقدروا تحكموا في الكبوريه ديال هذا الميني بطبوط، بغيتوه صغيور كما صوبتوا معكم في الفيديو اولا متوسط اولا كبير، فانتم كتحكموا في القياس. انا هنايا درت هذا السيركل ما بين 7 حتى ل 8 ديال السنتيم في القطر. غادي نبدا كنقطع في العجينه بهذا الشكل هذا حتى نكمل العجينه كاملها. هنا من بعد ما كملت قطع ديال العجينه غادي نحيد هذوك الزوائد ديال العجين. بطبيعه الحال كتعاودوا تجمعوهم، كتدلكوهم غير شويه بين يديكم حتى كيتجمعوا مع بعضياتهم، كتلويوهم في بلاستيك غدايه وكتخليو العجينه تطلق وترتاح باش ملي تبغيو تاني تسرحوها بالمدلك كتجيكم سهله. هنايا هاد الميني بطبيطات اللي صوبت هنايا وهما فوق سطح الحال العمل، ما غنحيدهم ما غنحركهم ما والو، غادي نغطيهم بسربيتو ونخليهم ربع ساعه يخمروا. بعد ما خمروا هذوك الميني بطبوطات مده ديال 4 ساعه، غطيتوهم غير فوق سطح العمل، ما تحتاجوش انكم تحيدوهم وتديبلاسيوهم ولا تنقلوهم من بلاصه لبلاصه. البلاصه اللي سرحتوا فيها خليهم هكاك كيرتاحوا مده ديال 4 ساعه. من بعد 4 ساعه غادي ندوز دابا للطياب. عندكم الاختيار، بغيتوا ديروا فحالي وتصوبوا ميني بطبوط على شكل بانيه كيجي فيه هذا الميني بطبوط هذاك القوام الخفيف المفشفش الرطب ديال البانيه، فكديروا حمام ديال الزيت كتخليوه يسخن على نار متوسطه. من بعد ما كتسخن الزيت مزيان كتبداو تطلقوا في الميني بطبوطات هكا باش كيتقلاو على شكل بانيه. الناس اللي بغاو هاد البانيه اولا هاد الميني بطبوط بانيه صحي فانتوما كطيبوه فوق المقله اولا البلونشه عادي كيف ما كطيبوا البطبوط عادي، فكطيبوه بلا ما تحتاجوا لا زيت لا دقيق لا حتى شي حاجه. كتهزوا الميني بطبوطات هكاك من بعد ما كتخليوهم يرتاحوا 4 ساعه وكطيبوهم عادي في المقله. غير هو شخصيا كيعجبني هاد البانيه هكا ميني بطبوط على شكل بانيه، كيجي فيه واحد القرمشه واحد القوام فلوفي خفيف مهوي تيجي بنين، بانيه ولكن مالح كيجي رائع وفكره جديده من باب التغيير. وبطبيعه الحال لكم واسع النظر طيبوه يا اما في المقله او لا في الزيت. بقيت كنقلي في الميني بطبوط حتى ساليت الكميه اللي عندي. غادي ندوز دابا للحشوه اللي غنعمر بها هاد الميني بطبوط. عندي هنايا تقريبا 3 ديال البطاطات كبار حجم كبير، كانت بطاطا متوسطه كديروا 4. انا غادي نشارك معكم الحشوه اللي تكفاكم لهاد الكميه كامله ديال البانيه. بطاطا درتها في الماء سلقتها مزيان مع شويه ديال الملح ورق سيدنا موسى. من بعد ما تسلقات مزيان قشرتها وقطعتها هكا، درتها في هاد الزلافه وزدت عليها 3 ديال البيضات مسلوقين. وغادي ناخذ موس وغادي نبدا كنفلح ونشرح في هاد البيض مع بطاطا. ما بغيتش هاد الحشوه في هاد المره هادي تجيني معجنه او لا كلها رطبه، بغيتها تكون هكاك تشانكي كيكونوا فيها مرصويات ديال البطاطا والبيض كيكونوا باينين، وكي تكونوا كتاكلوا في هذا الميني بطبوط كتحسوا بهم تحت سنانكم. هنايا من بعد ما خدمت المكونات كتشوفوا الطريفات ديال البطاطا والبيض باينين. غادي نزيد علبه ديال الذره معلبه اولا المايس، شويه ديال الزيتون الخضر والزيتون كحل مقطعين، بصله متوسطه مشلضه رقيقه، هنايا 3 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس مقطع رقيق. بالنسبه للتوابل نعطيها 2 ديال التوابل كيخليو هاد الحشوه تجي غزاله، اللي هما معلقه صغيره ديال الكمون ومعلقه صغيره ممسوحه اولا نص معلقه صغيره ديال البزار. نتوما كديروا قياسكم ديال البزار، انا درت هنا نص معلقه صغيره ديال البزار الاسود اولا الفلفل الاسود بزار كحل. غادي ندير القياس ديال الملحه، كتملحوا بالقياس اللي بغيتو غير ما تكتروش باش ما تجيكمش الحشوه مالحه بزاف بحكم فيها الزيتون. وهنا غادي ندير شويه ديال الحار، صلصه حاره تقدروا ديروا الهريسه الا بغيتو، كيف ما يمكن لكم تستغناو على الحار الا ما بغيتوش. وغادي نزيد هنايا يا اما 3 المعالق صغار ديال المايونيز اولا 3 المعالق صغار ديال الجبن طري، كيف ما يمكن لكم ديروا 3 المعالق صغار ديال الياغورت طبيعي اولا الكويك يوغورت اللي هو الياغورت اللي كيكون مسوس بلا نكهه بلا سكر.
زدت شويه ديال الزيت البلديه اولا زيت الزيتون، غادي كتاخذوا فرشيطه هي باش كتحركوا هاد الحشوه هذه باش كتنسجم مع بعضياتها، باش كتحافظوا على الطريفات ديال البطاطا والبيض كيبقاو شادين راسهم ما كيتعجنوش، وكتجيكم هاد العماره هذه كيف ما قلت لكم فيها تشانكس اولا طريفات ديال الحشوه كلها كتكون عباره على طريفات باينين، الناس ملي كيكونوا كياكلوا كيعرفوا شنو في هاد الحشوه هذه. خلطت مزيان، من بعد ما تخلط كلشي غادي نزيد هنايا 2 ديال العلاب ديال التونه معلبه اولا الطون معلب. تقدروا ديروا اللي معلب في الماء اولا اللي معلب في الزيت، شخصيا كيعجبني اللي معلب في الزيت حيت كيكون بنين. كنحرك بنفس الطريقه باش نحافظ على طريفات ديال الطون صاينين. وهنا غادي نزيد زلافه صغيره ديال الخس، لوريقات ديال الخس مغسولين نقيين منشفين، قطعتهم هكذا على شكل شرائح، وغادي نخلط مزيان. ما بغيتوش الخس تقدروا تستغناو عليه ماشي مشكل. هذا هو الشكل ديال العماره الحشوه. وهنايا هذه هي الكميه اللي كتعطيني هذيك 480 غرام ديال الدقيق اللي خدمنا على شكل عجينه ديال ميني بطبوط، كتعطيكم كميه مهمه ديال الميني بطبوط. كيجي بهذا الشكل هذا. من بعد ما كيتقلى كتخليوه بطبيعه الحال يبرد، وغادي ندوز دابا باش نعمر هاد الميني بطبوط. غادي نوريكم الداخل ديالو كيجي رائع، خاوي يلاه داك القشره اللي كتكون من الفوق ومن التحت مذهبه ومقرمشه ومقرمله، ومن الوسط كتشوفوه انه داير بحال شي بزطام. ميني بطبوط داير بحال بزطام خاويه من الداخل، زيرو البابه زيرو عجينه، خاويين يعني عجينه ناجحه 100%، سواء طيبتوها على المقله او لا قليتوها في الزيت. غير هو راه المذاق كيختلف الا طيبتوه في الزيت. اصلا هي العجينه القوام ديالها والمكونات ديالها ما كتخليش هاد البنيه يشرب الزيت، فكيجيو ناشفين. كتشوفوا انني ملي كنهزهم وكنحركهم ناشفين، ما كيجيوش مزيتين. فما تخافوش انكم تقليوهم في الزيت، واخا يتقلوا في الزيت ما كيجيوش شاربين الزيت وكيجيو ناشفين. الا قليتوهم في الزيت فاش كتعمروهم وكتكونوا كتاكلوا فيهم كيجيو بنان اكثر من الا كانوا ميني بطبوط طيب فوق المقله اولا فوق البلونشا. فالمذاق ديال البيني في هاد النسخه هذه كيجي بنين وكيعطي مذاق بنين احسن من النسخه ديال ميني بطبوط اللي كيكون طيب فوق البوطه. فهذا رأيي الشخصي من باب باش تغيروا. هنايا كنعمر هادوك الميني بطبوطات هكا، كتشوفوا بحكم انهم تيجيو خاويين من الداخل كياخذوا العماره تقدروا تعمروهم بكميه كبيره ديال العماره. الكميه ديال العجينه كتجي رقيقه وقليله بالمقارنه مع الحشوه اللي كتكون كثيره وبينه. فانا هنايا غادي نعمر الكميه اللي عندي كاملها حتى نسالي الحشوه والميني بطبوط. كتشوفوا انا هنايا كنوريكم الشكل ديالو كيجي خطير وبنين ما تشبعوش منه. وكتقدموا الميني بطبوط ديالكم بالصحه والراحه، زينوا به المائده الرمضانيه ديالكم، كيجي مختلف تماما على الميني بطبوط العادي. هاد النسخه هذه زيدوها على النسخ الاخرى اللي سبق لي وشاركت معكم العام اللي فات. سبق لي وشاركت فكره من ابتكار اللي هي ميني بطبوط سوشي اللي عمل ضجه ونال استحسان ديالكم وكان عليه اقبال كبير، هو وميني بسطيلات السوشي. فهاد العام زيدوا هاد ميني بطبوط بني بهاد الحشوه الخطيره. الحشوه غتخليكم بلا عقل. الميني بطبوط كيجي رقيق ما فيه البابه ما والو، مقرمش ومقرمل بالبنه الغزاله ديال البنيه. نتمنى من الناس غادي يجربوا هاد الوصفه. بعثوا لي التطبيقات ديالكم بحال ديما على الصفحه ديالي في الانستغرام باش نشاركها في ستوريات. وكذلك ما تنساوش تخليوا لي التعاليق ديالكم هنا في الفيديو كي جاتكم الفكره من باب التغيير والاختلاف عوض الوصفه الكلاسيكيه ميني بطبوط على شكل بنيه. نتلاقى بكم ان شاء الله في فيديو جاي. À la prochaine. Ciao.